الرادود لواء الفتلاوي هو من أهالي النجف في قضاء المشخاب. لواء الفتلاوي يكون هو عبرة قدوة للشباب الخارج عن خدمة الحسين، من مطرب إلى رادود حسيني. طبعا هاي الفترة أكو لقاء إله يعني، فاللقاء طوله ساعة، فأنا هنا بهاي الحلقة راح أختصر الكلام كله واستمعون. لواء الفتلاوي يقول أنا من كنت مغني، يقول كنت أحصل فلوس، يعني يقول باليوم أحصل لمليون أو مليونين، يقول ما أرجع من البيت إلا أحصل هذا المبلغ أو مليون أو مليونين. يقول الآن يجيني من خدمة الحسين تجيني 25,000 دينار، يقول ارتاح لأن لقمة حلال. يقول هاي، يقول كانت الملايين اللي عندي يقول ما كنت أحس بالراحة لأن الفلوس حرام. وأقل مليونين أو أقل 3 ملايين ما أرجع بنشوفها نرجع عندها، تاخذ وقت من عند كبير يلا عندها ما شاء الله. يقول أنا 17 سنة ما أصلي ولا أصوم ولا أروح زيارة لأهل البيت، يقول أخجل من نفسي، يقول أنا مغني يعني أنا مقصر. وحاليا احنا قاعد نشوف يعني هسه هذول المغنيين من يروح بزيارة يقول لك أي حرية شخصية وما يذب نفسه هو مسوي واحنا ما نريد نحكي. سنة العفو ما أصلي، و17 سنة ما أزور، 17 سنة ما أصوم. أنت بال 17 سنة ما تصلي ولا تصوم ولا حضرت تعزية للحسين. لواء الفتلاوي من كان مطرب كانت الناس والفنانين دايخين بصوته، لأن صوته جدا حلو، كان راقي. يعني هو الحكي قبل سنين من كان مطرب كان صوته يعني حتى الفنانين مدحوا بصوته، من ضمنهم يونس العبودي، من ضمنهم إياس خضر، رعد الناصري، وكثير من الفنانين مدحوا بصوته. يعني تخيل يونس العبودي شوف ايش قال عليه. أما الفنان الريفي يونس العبودي اسألوا عن هويته الفنية وقالوا له اكو خليفة ليونس العبودي، تواصل مرحلة. نعم. قال لهم اكو فنان من الفرات الاوسط شاب لواء الفتلاوي هذا خليفتي. راح يقولون الكثير ليش تاب؟ هو مو كان مطرب ليش تاب؟ نمت. شفت السيد الصدر قدس سره رحمة الله على روحه. لواء الفتلاوي يقول اني شفت السيد بالرؤية، يقول شفته على المنبر يخطب للناس او يقرأ للحسين، مجلس حسيني، مجلس عزاء. من اللي يقرأ؟ السيد محمد صدر. يقول اني بعيد عنه، يقول احنا بيناتنا جسر، يقول شفت السيد محمد من بعيد وهو شافني، ايش قلت خلي يخلص المجلس حتى انا اجي اروح اسلم عليه. يقول بهالاثناء يقول السيد خلص وظلت الوادم تلتم عليه، يقول ما خلص وكمل من هالوادم يعني، يقول هو اجا من الجسر، يقول انا واقف جيت على الجسر اجاني لزم ايدي، كمشني من هاي ايدي، صعدنا المجسر انا درجه 2 3 ومشينا مسافه 25% من المجسر، يعني ربع المجسر. نعم. قال لي هذا طريقك، انطلق، توكل على الله وروح لهذا الطريق، لا تطلع لا منا ولا منا، اطلع فذ قدام، روح هذا طريقك الحقيقي، روح. فزيت كان العفو. هاي انا وين؟ سيد محمد الصدر يقرأ مجلس وين؟ هذا شنو الشعور هذا؟ يقول انا جمعت كل ملابسي وغراضي وجمعتهن قدام اهلي وحرقتهن. يقول اهلي بذاك الوقت يقول كلش فرحوا لان انه دروا انه انا رجعت الطريقي الصحيح. ياخذون هاي الصورة يخلوها على مقطع غنائي جديد لواء الفتلاوي. تدخل تلقي غنية. يقول انا صرت حسيني بعد انا ما لي علاقة بمجال الغناء، وصار لي يعني فترة كلش طويلة ما لي علاقة بالغناء. يقول اكو ناس قاعد تأذيني، قاعد تنشر مقاطعي القديمة من كنت انا مغني،
وينشرون في نشر اليوم، يعني يخلون مقارنة، يعني في اليوم واحد على التواصل الاجتماعي من راح ينشر كأنه عباله نفس هذا اليوم التاريخ. هو ما يدرون انه هذا المقطع قديم وهو صار لفترة تارك هذا المجال. طبعا اكو هواي من خدام الحسين انه عبالهم بعده هو في مجال الغناء، هو لا، هو تاب، واهل المشخاب يعرفونه، يعني جيرانه واهله انه عاف هذا الشيء. هذا الشعر اللواء الفتلاوي بحساب انه على لسانه، يعني شو اسمع شي يقول. يقول انا جيت من الظلام النور الحسين، يقول دمع المستحى من العين أسيلة، يقول تارسني الخجل مذنب وندمان، غير الحسين ما عندي وسيلة. احنا غير حسين ما عندنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثقيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا.